السلام عليكم الخوت، ومرحبا بكم في فيديو جديد مع سفيان توب. في هذا الفيديو غادي نجربوا الخريطة جديدة بالإضافة الأسطورية ديال اللعب بدون اتصال بالإنترنت. المهم الخوت، كما كتشوفوا هنا على يديكم اليمين كاين هذاك المؤشر ديال المتراج. كل ما ارتفعت للفوق كل ما ارتفع المتراج. كما كتشوفوا دابا السهم الأخضر كاين لتحت، كل ما طلعتي للفوق كل ما طلع. كاين دابا حنا 1 متر كطلع حتى 360 متر. 360 متر خاصك توصل لها قبل نص ساعة. كما كتشوف الخط العداد بدا كيزيد، ودابا وصلت 28 ثانية. هو الخط ولتحت كما كتشوفوا كاين هذاك التقدم من 1% حتى ل 100%. المهم القواعد خاصك تطلع للفوق قبل نص ساعة. ما وصلتيش نعاود عاود من الأول. وات ما كاينش شي حاجة خوت. ما خوت كما كتشوف الخط هذيك ديال التقدم زاد 5%. ملي ضغطنا على هذيك الدائرة الحمراء، هذيك الدائرة الخضراء بغيت نقول، المهم هذيك الدائرة الخضراء الخط إلا ضغطتي عليها كتحفظ المستوى ديالك وتوريك شحال وصلتي. شتا الخوت ملي طحنا رجعنا للبلاصة اللي كنا فيها. الخوت اش غنقول لكم، انا ما عنديش مع هاد الباركورات، ما عرفتش علاش. يمكن حيت ما كنعرفش لهم بزاف، كل مرة كنخطأ فيها. لكن الخوت ان شاء الله غادي نوصلوا للفوق اقل من 10 ثواني. المهم الخوت انا ما وصلتش صراحة. ما نعرفش عليكم اللعب كيفاش داير. تخيلوا الخوت دابا انايا باغي نطلع للفوق، ولكن شوفوها. تخيلوا كون ما كانش هاد الدائرة الخضراء، ناري الخوت. تخيل طلع حتى المستوى على حتى 200 متر 300 متر وطيح. هرس التليفون ديالك، هرس المايك. مناسبة المايك الخوت، شريت واحد المايك جديد، شريتو ب50 درهم ديال المبتدئين. نبداو به هو الاول الخوت، عاد نشوفو شي حاجة أخرى. بغيت نشري شي تليفون جديد، عاد مبقاش خدام. المهم الخوت احنا بدينا كنتقدمو، كندير شوية التقدم شوية شوية، قرابين ان شاء الله. دابا وصلنا 9%. المهم الخوت راه هادشي ساهل، ماشي شي حاجة صعيبة في الأول، ماشي في الآخر. كل ما تقدمتي لفوق كل ما صعب عليك. المهم الخوت ما كنحملش هاد الخرائط وما كنحملش نخطأ. دابا كل خطأ خاصني نعاود من ديك النقطة مرة أخرى. داك هما الخوت نديرو هاد الخطأ اللي درتوها. تعاودوا الخطأ ديالي 2 مرات كما عاودت 3 المرات كما عاودت ليها أنايا. المهم الخوت باش تدوزو من هاد الخط ديال الأنابيب نوريكم كيفاش ديروا ليه. هاد الدورمان هاد الدبيرة الخوت كما كتشوفوا، ولكن بالزربة الخط باش ما تضيعوش الوقت بزاف. كما كتشوفوا راه 3 دقائق اللي دازت دابا. المهم كدوزو من هنا، كطلعوا على يديكم اليسار، كتمشيو كتنقزوا، كتمشيو مازال على يديك اليسرى مرة أخرى، كتمشي نيشان على يديك اليسرى مرة أخرى، كتمشي نيشان على يديك اليسرى مرة أخرى، كتمشي نيشان، كتحبس على اليد اليسر، اليد اليسر ماشي اليمين. كما كتشوف الخوت غتمشي نيشان وغتنقز، لا يجعل البركة، وغتمشي لهاديك النقطة الخضراء ضروري الخوت بحال هكاك. تم حفظ المستوى. ثم الخوت كطلع ثاني الفوق على يديك اليمنى هاد المرة ماشي اليسار يا اخوان. الحمد لله كاين هذيك النقطة الخضراء في هاد البلاصة. تخيلوا كنا نرجعو ثاني من الأول، لكن ماشي مشكل الخوت، أنا نوريكم الطريق. المهم دو على يديكم اليمين، تمشيو نيشان ليدكم اليسار مرة أخرى، كتمشيو نيشان حتى لحد كتحبسو على يديك اليمين على يديك اليسار، ثاني مرة على يديك اليسار، كتمشيو نيشان حتى الفوق وكتنقزو، كتمشيو نيشان على يديك اليمين، عاود ثاني على يديك اليمين. وبشوية عليكم نصيحة، ومبروك عليكم وصلتوا المرحلة 5 و6 الله أعلم. ثم الخوت كتمشيو نيشان، كتوصلوا للبنوات كتنقزوا. دابا نوريكم كيفاش ديروا. يعني كتقول لكم اركض واقفز لكي تصل إلى هناك. المهم الخوت خطوات بسيطة، أرجع اللور أرقص. 500 600 فين غادي؟ فين هو غادي؟ إيه واش غدير؟
على شوي. انا مرخوط اخر مره 100 مره، ولكن ماشي مشكل، هذه اخر مره بعدا. كتنقز مزيان بحال هكاك على يديك اليمين الخوت، كطلع مع السطح، ما كتنقزوش لتحت، كتمشي نيشان، وكتعاود تنقص ثاني مره اخرى، وكتمشي نيشان، وصافي كتمشي نيشان حتى هاد لحد الخوت. المهم الخوت ملي غتوصلو لهنا لهاد البلاصه، لهاد البلاصه هادي، عندكم جوج طرق باش تنقزو. يا اما كما درت انا في الاول، كترجع تهلاجو شويه وكتجري كما غتشوفو دابا وكتنقز. ما راه ولا شي حاجه ولا شي. كنصحش بها ابدا، ما خداماش، ما ديرو بها. كديرو الخطه الثانيه. شنو هي الخطه الثانيه؟ كتمشي وحده لحداها. الفشل اصاحبي، اش غديرو؟ المهم الخوت هنا طرا لي واحد الكليتش، ما عرفت كيفاش طرا لي، حتى وقعت في هاد الكليتش. مشيت نقصت، ما جات للبلاصه اللي درت فيها الدائره، ولا يمكن ما درتش ما قصت اصلا الدائره، وانا متاكد قصتها. المهم تاني الخوت خاصكم ترجعوا تاني من الاول، وطلعوا حتى الفوق باش ترجعوا لهنا. المهم الخوت الطريقه الثانيه كتنقص في هذيك القادوس ولا ما عرفت شنو، وعاد تاني كتنقص مره اخرى، وكتمشي نيشان مع الطلعه. المهم الخوت ملي غتوصلوا لهنا غتلقاو هاد القطار ولا الباصوي ولا التراموي ولا اشنو ولا ما عرفت شنو كيكون اصلا، ما عرفت شنو داير، علاش دايرينو هنا. المهم الخوت كتمشيو نيشان مره اخرى حتى كتوصلوا لحدا 11 ديال الوكونغ، كتنقصوا. ملي كتنقصوا فوق العمود ديال الاناره، كتعاود تنقصوا. اصبروا معنا، ما عندكم ما ديروا. كنمشي لهاد الدائره الخضراء مره اخرى بحال ديما، وكتنقص هنا وكطيح هو خطوات جد بسيطه. المهم تاني كطلع تاني للفوق، وكتهبط للارض مره اخرى. داكشي ايزي. دابا خوت انا داير الحرب مع الزير ديال الركض، ما عرفت كيفاش ندير معاه، خاصني ندريسي ولا ما عرفتش ندير ليه. المهم كتمشي كتنقز وكدير زر الركض، زر الركض، نقز وزر الركض، نقز وزير الركض، باش تحكم في الجهد ديالك ملي كتبغي تنقز وباش تنقز مزيان. المهم صافي ملي كتوصلوا لعند هاد البلانشات الخضر ولا هاد الباكيطات ولا ما عرفت شنو هادشي، كتوصلوا ملي كدوزو تفوتوا كتوصلوا لهاد البلاصه هادي، هاد السناط، وبشويه عليكم الخوت باش ما ترجعوش ثاني للور. صافي كتمشيو بشويه عليكم، بشويه بشويه حتى كتوصلوا هنا. مع الخوت كتلقاو هنا واحد بعض الحجرات خاصكم تفوتوهم. هاد الحجرات ما صعبش الفوت، غير من الاعداد اللي داير في الهاتف غتعرفوا بلي ما صعيبش بزاف. هاد الاعداد عندي مخربقين ومضيباني بهم وقاضي الغرض. المهم راكم عارفين. صافي كنمشي الخوت حتى هنا، وكتفوت هاد القوات ولا هاد ما عرفت ديال اش الشيء ديال هادوك ما عرفت ديال القنطرة ولا ما عرفت شنو، كيصايبوا هادشي سر الفوق الواد. المهم الخوت فوتوا هاد الموضوع، كتمشيو نيشان كما كتشوفوا بحال ديما، وكتعاودوا تاني من الاول. المهم الخوت وصلنا دابا لاصعب جزء هنا. ماشي هادو بس الصعيب اللي بعد هاد الطيور الصغيرة هادو. المهم كتمشيو الخوت حتى كتفوتوا هاد الطيور الصغيرة، عاد كنوصلوا المرحلة الصعبة اللي هي الكراسة. علاش غتشوفوا دابا ملي كتنقص فيهم، خصك تشد العبار ديالك مكاد، الا ما شديتيش العبار ديالك كتعاود ترجع للارض. هما الخوت انا نوريك كيفاش ديروا ليهم. الحل سهل عندي، بطبيعة الحال بعد 1000 محاولة كدير الام ديالك فوق الكرسي، الام ديما فوق الكرسي وكتنقص ليه، ام فوق الكرسي وكتنقص الام فوق الكرسي وكتعاود تنقص، وبحال هكا الخوت وحتى هنا نفس الطريقة. المهم الخوت هنا ما غاديش نقطع الفيديو، ما غنديرش حتى شي مونتاج، غندير 2 السرعة ديال الفيديو. استعداد. المهم الخوت هنا فشلت حتى في شي 20 مرة ولا ما عرفت شحال عطلت فيه. هادشي علاش غندير ليه فوا 5 باش ما تملوش، وتشوف الانتصارات ديالو والتقدم ديالي كيفاش داير.
انا الخوض هنا صعيب شويه. خاصكم شويه التركيز باش توصلوا لي. المهم بعد المثابره ومثابره جد جد صعبه، وصلنا الحمد لله على الطريق السريع. الطريق السريع على الخوض شويه مفوت. غنوريكم الطريقه باش تفوتوه دغيا. كتمشيو حتى لقنت الخوض بحال هكا وكتنقز، وكتمشي حتى لهنا وكتنقز. المرحلة الأولى هي اللي صعيبة، والوسطانية هنا حتى هو صعيب شوية الخوض. خاصكم تركزو مزيان وترجعو شوية للور باش تنقزو، ديرو بحال مشتو والو. المهم بحال ديما الإجراءات بحال ديما كما درنا. كترجع شوية وكتنقزو. هنا خاصكم تشدو العبار هو هداك الخوض بالميطراج، داكشي يكون ناضي. كترجع شي 5 متر للور وكتكسيريو حيت مبقاش عندنا الوقت، وباقي عندنا الطريق، وعارف راسي مغنوصلش في الوقت، ولكن صبروا عليا. المهم بحال هكا الخوض هنا ساهل. الخوض ماشي شي حاجة صعيبة، ماشي شي حاجة صعيبة أبدا. شوف الخوض ايزي صافي. انا الخوض كتوصلو هنا الخوض كتنقزو فوق هاد معرفت شنو سميتو مازال. المهم وحدة بوحدة الخوض داكشي ساهل. ديما دير الراكت وكتنقز وكتركض، كتنقز وكتركض. كتوصل لهاد الترامواي كتمشي نيشان قبل ما توصل لحافة كتنقز باش تطيح للأرض، وكتعاود تنقز تاني كتمشي للأرض بحال هكا. الخوض خاصك تنقز في القنت ماشي قبل القنت، داكشي باش تعرفو مزيان. المهم الخوض دابا موصلناش وفشلت انني نوصل لهنا. المفروض انا وريتكم الطريق. انا ما عمرني وصلت لي اول مره كنوصل لهاد المرحله. كنت انا في هذيك المرحله ديال الكراسه كنفشل وكيتسالى التحدي. وانتم الخوت قادرين ان شاء الله توصلوا اكثر من هكا، وان شاء الله توصلوا. وما تنساوش دير معكم شي لايك وشي اشتراك وشي كومونتير جوي لا وصلتوا لهنا. ان شاء الله توصلوا. ومرحبا بكم في القناه ديالي، وتهلاو.